اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الفل والسعاده والياسمين والهنا عليكم. النهارده عندنا روتين حلو جدا، روتين شتوي دافي مليان نشاط وطاقه ايجابيه. هنعمل قرص طريه وهنعمل مسقعه حلوه جدا للغدا. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على حبيب قلبك يطيب، ولايك وشير وسبسكرايب. اول حاجه قلت اعجن القرص واركنها على جنب، وبعد كده احضر الغدا للولاد علشان كله كده يخلص مع بعضه وانا واقفه في المطبخ. فالاول هنعجن القرصتين. جبت 2 كيلو من الدقيق وحطيت عليهم معلقتين كبار من الخميره الفوريه ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من الخل. حطيتهم على بعض كده وسبتهم على جنب يتفاعلوا، وده محسن خبز حلو جدا جدا للمخبوزات، بيخليها طريه كده وهشه وجميله. كده خلطت كل المكونات الجافة، هركنها على جنب. وجبت 2.5 كوب من اللبن الرايب، وهو المقدار مش هياخد 2.5 كوب، بس انا عملت بزيادة علشان ممكن ياخد اكتر او اقل. فككته كده بالهاند بلندر، مفيش هاند بلندر في الخلاط، وتدفيه تدفية بسيطة جدا زي تمنة العين كده. معايا 2.5 كوب سمنه على زيت. انا حطيت هنا 2 سمنه ونص زيت. انتي حابه تحطي المقدار كله سمنه براحتك، حابه تقسمي نص ونص براحتك، بس المهم ما تحطيش كل المقدار زيت عشان القرص ما تطلعش معاكي ناشفه. الخطوه المهم اللي انتي تبسيه، تشربي الدقيق، كل ذره دقيق كده تشربيها بالسمنه زي ما بنعمل بالظبط كده الكحك. دي اهم حاجه عشان القرص تطلع معاكي كده مبسوسه وحلوه كده وطعمها حلو. وحطيت اللبن، بحط اللبن الرايب، بحط كوبايه، ممكن تعمليها كمان باللبن الحليب العادي، بس هي بتبقى طريه وجميله كده باللبن الرايب. بعد ما حطيت الكوبايتين لقيتها محتاجه تاني، فحطيت اقل من ربع كوبايه زي ما انت شايفه كده. قلبت كل الكلام ده كده مع بعضه، وكده العجينه كانت مظبوطه جدا. تعرفي منين ان هي كده مظبوطه؟ ان تلاقي ايديكي كده نظيفه ما فيهاش عجين خالص. بدهن الوش كده دهن خفيفة جدا جدا من الزيت عشان ما يقشرش. العجينة ملبن عسل عسل عسل، حلوة قوي. بغطيها كويس جدا، بولع الفرن واسيبه كده يدفى، وبعد كده بطفيه وبحط العجينة جواه. مفيش اقل من ربع ساعة في الساعة ديت بيكون اختمر معايا وزي العسل. لحد ما يختمر معانا قلت احضر الغدا. فجبت بتنجان وكنت هعمل لهم بقى صينيه مسقعه باللحمه المفرومه تستاهل بقكم، سكر كده. جبت البتنجان. لما نجيب البتنجان هاتي البتنجان الرومي الخفيف، ما تجيبيش التقيله علشان ما تكونش مبزره من جوه. بجيب البتنجان وبقشره، وكمان لما تيجي تقشريه يكون سميك، ما ترفعهوش علشان ما يشربش زيت وكمان ينشف منك. طبعا في طرق كتيرة جدا عشان يقولولك ما بيشربش زيت، كل الكلام ده انا جربته مش صح. انا جربت الدقيق برضو بيشرب زيت وكمان بيغير طعم البتنجان. الطريقة اللي انا ارتحت لها اللي انا بعد ما اقطعه ارش عليه ملح واحط طبق تحت المصفى عشان هو طبعا هينزل مية، وبسيبه نص ساعة. بعد كده بديله شطفة حلوة جدا بالمية وكده تمام. هي دي الطريقة بصراحة اللي حلوة جدا وبتخليه ما بيشربش زيت. بعد كده حطيت زيت على النار وبقلي البتنجان، بقلبه اول ما ياخد لون بقلبه على الناحية التانية، وبعد كده بطلعه على مناديل المطبخ. جربت قبل كده اقليب الدقيق، ما عجبنيش خالص خالص وكان طعمه متغير. وكل شيخ وليه طريقة. المطبخ ده فيه طرق كتيرة جدا جدا، كل واحد بيحب الطريقة اللي هو بيرتاح لها. خد لون كده حلو، ما خليه كده يبقى يعني ما تغمقهوش برضو علشان يبقى شكله كده حلو في صينية المسقعة. بعد ما قليت البتنجان ببص كده على العجينة لقيتها اختمرت معايا وزي الفل. بصوا مفرغة وجميلة عسل كده. انا دقيقة شوية فبحب اوزن، يعني بحب وانا بقطع كده الفطير يكون كله قد بعضه. فالفطيرة الحلوة بتكون 50 جرام. بوزن كده، ولو انتي لماحة يعني عينيكي كده لماحة ممكن تقرصيه كده بعينيكي وخلاص. انا بوزن كده، ولا الاقيها ناقصه ازودها، يعني 49 مش مشكله، 47 مش مشكله. المهم انا ايه ظبطتهم كل فطيره كده 50 تمام. حاطه الكيس جنبي وبقرص كده واحط جنبي كده بالظبط زي ما انت شايفه كده.
بعد ما خلاص ووزنت كده وظبطت القرص، جبت صينيه. اهم حاجه تدهنيها زيت، عشان الزيت ده هو اللي هيدي لون للقرصه حلوه جدا لما تستوي. في القاع كده بتاخد لون احمر وحلو جدا زي بتاعت الفرن بالظبط. واهم حاجه بقى اللي انت تشغلي العجينه تحت كفوفك كده كويس جدا وتسخنيها، تنعميها. كل ما هتلفيها تحت كفوفك وتسخنيها تطلع معاكي تحفه. وكمان ممكن برضو على الرخامه كده، بس انا بصراحه بستسهل الطريقه دي، تقعدي كده تلفيها تحت ايديكي لحد ما تنعم معاكي خالص. وكمان بنسيب فرق بين التانية، بين القرصه والقرصه، علشان لما هتخمر تاني هتزيد حجمها فما يلزقوش في بعض. بعد كده بعد ما خلصت الكميه كلها ببططها، ولما تيجي تبططيها ما ترفعيهاش خالص علشان ما تنشفش. وكمان لما نيجي ناكلها كده يبقى فيها لحم كده وتكون حلوه، يعني دوبك كده تبطيطه كده بسيطه جدا. شايفين انا عامله فرق بين الواحده والتانيه علشان ما تلزقش ببعضها. طبعا هنسيبها تاني تخمر، بتسيبيها حوالي بتاع ساعه كده لحد ما تلاقي الحجم بتاعها كده اتضاعف. تبدأي اللي انت تشغلي الفرن وتدخليها. بططتها بصي شوية عجين ملبن، والله كانت ملبن لوزة كده ما شاء الله. ال2 كيلو طلعوا لي كمية حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. هغطيهم واسيب بقى ايه يكمل تخمير. لحد ما يكمل تخمير قلت اكمل بقيه صينيه المسقعه، فحطيت معلقه كبيره من السمنه، ما تكتريش السمنه في العصاج عشان طبعا اللحمه بتنزل دهون. وحطيت نزلت باللحمه. طبعا هنا كميه اللحمه على حسب ما انت هتعملي البتنجان. صينيه المسقعه ممكن بربع كيلو لحمه مفرومه، اللهم بارك، بترمي كتير. شايفين الدهون اللي نزلت من اللحمه، عشان كده ما نكترش سمنه. اول ما اللحمه كده تغير اللون بتاعها، جبت بصلتين ضربتهم في الكبه وحطيت عليهم معلقه كبيره اللي بيخلي بقى صينيه المسقعه في حته تانية خالص، الفلفل الاحمر اللي احنا عملناه مع بعض. ولو انتي مش موجود عندك بتجيبي فلفل سواء حار او عادي حلو، يعني تضربيه في الكبه وتاخدي معلقه كده كبيره تحطيه في العصاج بتاع المسقعه، بيخلي المسقعه طعمها تحفه. وحطيت كمان معلقه صغيره فلفل اسمر وكمون وكزبره وبهارات لحمه ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. وقلبت كل الكلام ده مع بعضه كده لحد ما الثومه ريحتها تطلع وتاخد لون كده اصفر حلو. جبت كيلو من الطماطم، غسلته وضربته في الخلاط وصفيته ونزلت بيه. طبعا برضو الطماطم على حسب كمية البتنجان اللي انت هتعمليه. انا هنا كنت عاملة 1.5 كيلو من البتنجان وحطيت له 1 كيلو من الطماطم. ولو لقيت الصلصة الطماطم لونها مش احمر قوي تحط لها معلقة من الصلصة. انا بصراحة بحب جدا الصلصة، بتدي لون حلو جدا جدا للاكل. كده بعد ما الصلصلت معايا بحط لها كوبايه من الميه ومعلقه من السكر وبسيبها تجلي غلوتين وكده. اللحمه بقت جاهزه معانا، ريحتها يا بنات والله كانت تحفه. جبت الصينيه البايركس ديت او اي صينيه عندك مفيش اي مشكله. بحط الاول كبشتين كده من اللحمه المفرومه وهبدا اللي انا ارص صينيه اللحمه. بحط البتنجان، طبعا في ناس بتهرس البتنجان بالشوكه، بصراحه ما حبيتش الطريقه دي خالص. فانا بحط الاول طبقه كده من البتنجان، والاول بنحط اللحمه بحط طبقه من البتنجان وبعد كده احط كبشتين من اللحمه المفرومه وبعد كده انزل باخر طبقه من البتنجان. بحط بقى كده اللحمه المفرومه على الوش وكده صينيه المسقعه جاهزه معايا. هدخلها الفرن، هخليها بس تغلي غلوه بسيطه بسيطه جدا 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 من فوق وبعد كده بدخلها الفرن. ما بتقعدش نص ساعه وتلاقي ريحتها قلبت لك الدنيا. طبعا كنت عامله جنبيها رز ابيض، بصوا خطيره خطيره خطيره، اللهم بارك، جميله جدا جدا. ممكن تاكليها بالرز وممكن تاكليها بالعيش، مفيش مشكله خالص. شايفين تحفه حلوه جدا جدا وكمان مغذيه. كده خلصنا الغدا وغديت الولاد وخلصت من قصة الغدا، وكان الفطير بقى اختمر معايا كده وريحته كانت قلب المطبخ. ما شاء الله ما شاء الله، العجين في البيت خير كده وبركة، وريحة العجين في البيت بيخلي البيت كده ريحته حلوة ومليان بركة وخير.
هندخله في فرن. طبعا الفرن يكون مسخنينه على درجه حراره 200، ولو الفرن بتاعك بيولع فوق وتحت هتولعي الاتنين مع بعض. واول كده ما ياخد لون من القاع ولون من فوق بنطلعه على طول ونبخه بالبخاخه، بس المقطع ده اتقطع، وبنغطيه. طبعا البخاخه لما بتبخي بالميه كده بتخليه يقعد وقت طويل يكون طري معاكي. طب الفرن بتاعك ما بيولعش فوق وتحت، هتسيبيه تحته. اول ما ياخد لون جميل كده زي ما انت شايفه كده من القاع هتطلعيه فوق وتولعي الشوايه. هي يا دوبك يعني اقل يعني 10 دقايق وبتكون جاهزه معاكي. يا سلام بقى على كوبايه الشاي بلبن، احلى 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 دفى. طبعا كنا بقى خلاص اتغدينا، احنا كنا بالليل. شايفين اللون من تحت عامل ازاي؟ الزيت اللي انت بتدهنيه في الصينيه بيديها لون حلو جدا. طبعا بكيسها وهي دافيه، ما بسيبهاش تبرد خالص بعد كده اكيسها، لا وهي دافيه ببدا اللي انا اكيسها وبحط في الكيس على قد ما انا عايزه. بتنفع جدا الصبح اطلعها للولاد، احطها في الميكروويف مع كوبايه شاي بلبن، مالكيش نفس للفطار مع حته جبنه، جميله جدا. طب لو ما فيش ميكروويف هتجيبي طاسه تحطيها على النار وتسخني الطاسه وتحطي ترصي فيها الفطير وتغطيها بالغطا وتدفي عليها، هتطرى وتبقى معاكي جميله جدا. شايفين الكميه؟ تحفه 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 تحفه. شويه فطير يستاهلوا بقكم، جميله جدا. كده الفيديو خلص والروتين بتاعنا الشتوي خلص. وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل